السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بديل النوتيلا أو الماكستيلا أو الشوكولاتة القابلة للدهن زي ما بتسموها. وتنفع كمان صوص للتورت والحلويات وحشو الدوناتس وحشو المعجنات. طعمه جميل ورهيب وسكره مظبوط وبيلمع ولونه فاتح زي ما انتم شايفين ومش مخرز. أتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو وقناتي على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل جديد. ويلا بينا تابعوا معايا الفيديو. احنا هنحط الاول على سكينه الخلاط 3 معالق كبار من الزيت او ربع كوبايه زيت. مش لسه هنستخدم زيت كمان، بس احنا بنعمل الخطوه دي هنضربه ضربتين كده لغايه ما قوامه يتقل شويه ولونه يبقى ابيض زي ما انتم شايفين كده. الخطوه دي هتسهل علينا بعد كده ان احنا بعد كده ما بنستخدمش زيت كتير. خلاص ضربناه. هنجيب بقى مقدار حوالي كوبايه الا ربع من السكر، او السكر على حسب الرغبه طبعا زي ما انتوا عايزين، بس كوبايه الا ربع انا حاسه ان يعني لقيتها انها مناسبه وسكرها كويس مش زياده عن اللزوم. وهنجيب حوالي 6 معالق كاكاو خام، 6 معالق كاكاو خام او نسكويك اللي يعني ايه، بس يكون الكاكاو الخام طعمه مش لاقط حاجه او كده، ويكون يعني جودته كويسه. وهنجيب حوالي 4 معالق كبار من لبن البودره. لبن البودرة برضو هيديني دسامة للصوص وكمان هيديني لمعة كمان للصوص. وهنجيب بقى كيس نسكافيه بالبندق، او هنجيب روح البندق من عند العطار او اي محل مستلزمات حلويات، ده برضو ينفع وده ينفع. بس انا استخدمت هنا النسكافيه اللي هو بالبندق، او القهوة سريعة الذوبان اللي بالبندق. هنحط حوالي برضو كوباية الا ربع من اللبن او الحليب على الزيت اللي احنا كنا حاطينه في الاول ضاربينه على سكينة الخلاط. وهنحط بقى المكونات بتاعتنا اللي هي المكونات الجافه بتاعتنا كلها، احنا حطيناها كلها ولخبطناها كده على بعضها وقلبناها، وهنحطها في الخلاط على كوبايه الا ربع من اللبن. وهنقفل بقى الخلاط بتاعنا ونضربه بقى لغايه ما القوام ما كله ينضرب مع بعضه كويس زي ما انتوا شايفين كده. او زي ما شايفين هنقلبه علشان لما يكون فيه تكتلات زي ما انتوا شايفين او حتت ما اتضربتش فيه. وهننزل كل اللي انتوا شايفينه فوق ده هننزله برضو علشان ينضرب كله في الخلاط مع بعضه. وزي ما انتوا شايفين القوام لغايه دلوقتي ما شاء الله لونه فاتح وجميل. نزلنا بقى كل السوائل، نزلنا كل اللي موجود في الخلاط وهنقلبه كويس علشان كله ينضرب مع بعضه. هنا بقى هجيب حوالي تلت كوبايه من الزيت، برضو مش هاخدها كلها، هاخدها على حسب ما الخلاط يعني لغايه يعني هحطها كده سرسوب، هحط الزيت سرسوب سرسوب لغايه ما الخلاط يكركر معايا. يعني ايه كركر؟ يعني يعمل صوت كده ان هو خلاص مش قادر يضرب الخليط اللي موجود فيه. انا اول ما هسمع صوت الخلاط ان هو مش قادر يضرب الخليط هوقف خلاص، ان انا ايه مش هنزل زيت كتير. زي ما انتوا شايفين القوام ما شاء الله ما شاء الله تقيل ولونه فاتح ومش مخرز. ليه مش مخرز كمان؟ علشان السكر البودرة اما تضربيه لازم كمان تنخليه بعد ما تضربيه، يعني تضربيه وتنخليه علشان يبقى يعني ما يكونش فيه تكتلات وما يكونش فيه حته اتضربت وحته ما اتضربتش، لازم يتنخل ويبقى السكر البودرة ناعم معاكي زي ما انتوا شايفين كده. وهو حبه الزيت اللي هما باقيين مني اللي بقوا مني، طبعا ما خدتش تلت الكوبايه كله، يعني خدت يعني ممكن يكون في الوصفه كلها خدت حوالي نص كوبايه من الزيت. وطبعا زي ما قلت لك لغايه ما الخلاط يكركر معاكي ويقول لك كفايه ما تحطليش زيت تاني. زي ما انتوا شايفين القوام تقيل ولسه ما دخلش التلاجة، ما يدخل التلاجة كمان هيتقل معاكي كمان. هنا ديت البرطمان دوت بتاع بديل اللي هو الماكس تيلا اللي كنت شارينه ماكس تيلا، بس هو حوالي 350 جرام او 400 جرام مش عارفه، 350 جرام تقريبا. مليناه اهوت. وطبعا ما انتش كمان بتشتريه مش يكونش مليان للاخر. وكمان دول الحبه الزياده كمان اللي معانا، طبعا انت عملتي كميه وفيره للاولاد وحاجه طعمها كويس جدا. وانت عاملاها في البيت نظيفه وكويسه. طبعا لو انت عايزه تستخدمي روح البندق ما بتحطيش منها كميه كبيره، بتحطي حوالي يعني 10 نقط منها اللي تدي بس ريحه او طعم، يعني تدي ريحه بس او طعم، يعني مش كتير عشان ما تمررش الشوكولاته معاكي ويبقى طعمها مش حلو.
اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب بالفيديو قناه اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ملحوظه كمان عايزه اقولها لك، ان انت بتحتفظي بالبرطمان ده في التلاجة، بيبقى مدته اسبوع وبيكون محكم الغلق. كمان البرطمان ده قبل ما تستخدميه بتكوني غلياه كويس جدا في ميه سخنه عشان تحتفظي بيه في الحاجه نظيفه، وبتكوني منشفاه كويس من الميه، ما يكونش فيه اي نقطه ميه خالص، علشان ما يفتكلكيش اي حاجه انت بتحطيه فيها. وطبعا نفس الكلام اللي بعمله مثلا لما اجي اعمل مربى او اي حاجه بتحتفظ بيها في البرطمانات ديت. وكمان بعد ما تاخدي منها لازم تحكمي غلقها كويس جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.